Pourquoi du comment? Je rappelle, hein, à la CAN au Maroc, il y a plus de 120 invités, c'est pas trop ni quoi ni comment, dont 17 marabouts, payés par le contribuable. Président Fall, d'ailleurs, avait loué aussi une villa pour sa famille sur le tour de Tanger. Donc là, il y avait tout ça. جمعة مباركة أول حاجة. ثاني حاجة رومان مولينا يتهجم على الاتحاد السنغالي وتهجم على الاتحاد السنغالي وقال لك كاين 17 فقيه جابوه معاهم من المغرب، 120 واحد جابوها للمغرب وشراو لك لها الدار وكذا. رومان مولينا ملي كنت تهجم على فوزي القجع فين كنت؟ علاش ما تهضرش الحقيقه قبل؟ ياك تهجمت على فوزي القجعه وما راه الادله ديالك في كاس افريقيا تهجمتوا انت وليكيب فانتي او ليريمسي وكلشي. اليوم كان صار لكم كاينه شي حاجه بيناتكم ماش فاهمينها، واش شي حاجه داخله تما ماشي هي هذه، لانه ليكيب ليريمسي كلشي ساقر، وراه شفنا الشتات في الاتحاد السنغالي وشفناك تهجمت الاتحاد الجزائري حتى هو راه الشتات، حنا رانا في الشتات تهجمت عليهم. يعني وشي حاجه دايره في مايا في الخفاء، حنا بغينا نعرفوها وغادي نوصلوا لها. زيدوا غير بشويه بشويه تفضحوا راسكم تنصيبوا راس الخيط اللي عطاكم التعليمات واللي عطى التعليمات باش تهجموا على المغرب في كاس افريقيا. وفي الاخير العداله الالهيه اللي نصفت المغرب، العداله الالهيه راه نشوف راكم تكشفوا غير بعضياتكم. شفنا السنغال درك قاسها الشتات، شفناك دوك خرجت وحنا كنا عارفينها. السيباري ما مشاش يجيب الفوطه غير هكاك، لانه الفوطه هذيك قال لك ديال السيباري تخونت من الفندق ديال المغرب. تخيلوا هذه ولا ما تدخلوهاش راسكم، هذوك الفوطات ديال المغاربه وتخونوا وداروا فيهم السحر. الناس هادو راه ماشي ساهلين، الناس سحاره وشعوذه بكري. الناس يديروا اي حاجه باش يوهموك انت كم، وحرشوا الجماهير ديالهم وداروا هذيك اللقطات وكل شيء، ولكن ربي خلص في هذاك المدرب. وهذاك المدرب باب 100 الايام وبيننا حتى هو يخرج ويقول واش تصرف لا كوب دافريك. وهذيك النقطه السوداء اللي غتبقى في الحياه ديالو، ويقول لك حنا مسلمين ونمشيو نصليو في الجوامع. انتم تامنوا بالسحر والشعوذه وتمشيو للجوامع؟ انتم ساديو ماني تامن بالسحر والشعوذه وتمشي للجوامع تصلي؟ اعطيني وجهك ندير. اشوف نقسم لكم بالله العظيم الا شوهتوا القاره الافريقيه. انتم كامل بكم عندكم الهدف هو المغرب لانه وصل لواحد المستوى، والدول هذو والرؤوس ديال الدول لا ما بغاوش المغرب يوصل لواحد المستوى عالي في البنيه التحتيه في كل شيء. تحاولوا جاهدا باش تقللوا منهم، بحال اللعابه ديال المنتخب المصري. شفت واحد الظاهره راها في مصر من نهار كملوا الاحتفالات ديالهم ويجيبوا اللعابه لاي قناه يقول لك احنا احسن من المغرب، وهما باغيين هذيك الكلمه تدخل للشعب المصري في راسه، ولكن لا، مش حقيقه، كله كذب في كذب. لانه الناس هذو باغيين يصغروا الانجاز لواحد واصل دور 8 ومكلاسي السابع في كاس العالم، وواحد مكلاسي 15 في كاس العالم. شوف الفرق، وواحد مكلاسي السادس في العالم في الفيفا، وواحد مكلاسي 24. شوف الفرق. ولكن هما انا ما بغيتش نجاوبهم لانهم ما تجاوب بنادم مريض جاهل. واش غتجاوب في الجاهل؟ انا لعبت مع البرازيل، لعبت مع هولندا، لعبت مع هايتي، لعبت مع اسكتلندا، لعبت مع كندا، كنت في الطوب واحسن منهم بكثير. هما لعبوا مع استراليا تعادلوا بضربات الجزاء باكشي، لعبوا مع نيوزيلندا كانوا منهزمين وفازوا بصعوبه، لعبوا وفي الاخر داروا 70 دقيقه مع الارجنتين، تخلعوا في الدنيا، تخلعوا. يعني الناس هذو مرض هنا باش تعرف بانهم هما الحقد ديالهم وباغيين غير يديروا الانجاز ديالوا المغرب، ولكن ما قدروش. هذه على السنغال ورومان مولينا ضرب من راه يفضح. بصح رومان سؤال ليك، فين كنت في لاكوب دافريك اللي كنت تهجم فيها على فوزي القجع؟ علاش في لاكوب دافريك تهجمت على فوزي القجع؟ سؤال ليك. يعني انت عارف كاع هاد لي سورس وعارف كاع هاد المشاكل اللي في الاتحاد السنغالي وفي الاخر وفي البيت السنغالي وخليته، ولكن تهجمت على المغرب. في لحظه اليوم وليتوا تفضحوا بعضياتكم، وليتوا شادين في بعضياتكم. علاش في الاول فين كنت؟ سؤال. علاش ما كانش ضميرك زعما مأنبك وانت ما تهجموا على المغرب؟ لا ليكيب، لا ليريمسي، لا القنوات العالميه كنتوا تهجموا على المغرب. وتقريبا القنوات المصريه في التالي مع تنزانيا، وكاين اللي خرجوا قال لنا عطيو اللقب للمغرب، وكاين. صح اليوم واش تصرى بيناتكم في الكواليس؟ انا عارف بلي الاتحاد السنغالي شكابيك ياك، هذه عارفها، ولكن خصنا نعرفوا لا فيريتي. علاش في لاكوب دافريك تهجمتوا؟ شكون هذا اللي كان يدعم هذا الهجوم؟ وخاصنا نوصلوا له، وخاصكم ان شاء الله نزيدوا حنا ان شاء الله. غادي يجي نهار فين تطرطق تقول لك ها فلان والفلان والدوله الفلانيه اللي كتهجم. وخاي انا عارف، يعني انا 100% عارف الدوله، ولكن انا خاصني نزيد نسمعها، خاصني في الواقع ديالها نسمعها. لانه درك احنا حصلنا يعني في كاس افريقيا تهجمات على المغرب من جميع المنابر. المغرب عطيوه كاس افريقيا، والقجع شرا كاس افريقيا، وفلان وفلان، ودرك كل شيء ولا السحر صافي طفى. ما بقاش داك السحر اللي داروه السنغاليين كمل. يعني هذيك السحر والشعوذه اللي كانوا داروها كمل المفعول ديالها، ما بقاش خدامه، ما بقاش صالحه.
خدمت غير في النهايه ديال كاس افريقيا وفي لاكوب دافريك، مراسه ما بقات صالحه. يعني لهاد الدرجه وصل بكم الانحطاط المستوى الاخلاقي باش ديروا حوايج باش تفوزوا بالقاب. ما عندكم جهد، ما عندكم كوريك، عندكم لعابه في المستوى العالي. علاش ما خليتوش هذوك اللعابه يلعبوا كره القدم؟ انا تخلعوني من نشوفكم غاديين للجوامع وتصليو وخارجين وتسابحوا من انا تخلعوني، ولكن شفتكم نتوما اكبر منافقين. انا واحد ما يمشيش للجامع ويصلي وداها سوق راسو وخدام ترونكيل ويصلي مسكين في دارو وخدام ودريويش وخاطيه بهذه المشاكل، احسن من هذاك اللي غادي للجامع كل نهار وكل ساعه. لانه هذا هاهما خرجوا منافقين. كل جمعه تبرم غادي للجامع، ساديو ماني بنا مسجد في الدور بنا هذيك، ولكن نتوما اكبر منافقين يا صاحبي للدرجه هذه. نتوما اكبر منافقين. انت واحد ما بقى تيخ فيكم. انت جايب لي 17 فقيه معاك، جايب باش دير السحر وتامن بالسحر وتامن بالشعوذه، وفي الاخر هي العداله الالهيه انتصرت المغرب، لانه هما خاطيهم هما ما يتامنوش بهذا الشيء هذا. المشكل لا احنا لا السينيغال لا مصر لا بتاف يضلوا نهار كامل يسيبوا في المغرب بهذه الاشياء، ولكن كي تشوفهم هما بتاف يخدموا هذه الاشياء. مصر خرجوا اللعابه ديالهم قالك حنا نديروا هذه الاشياء. خرج حسام ميدو، خرج اخر واحد خرج هذه المره، كلشي امنوا بهذا الشيء. السينيغال يديروه سومبي، ما عندهمش سومبيتي عادي ديرها نيش. حنا عاود نورمال، حنا فينا غير الهضره، حنا جايبين الصحفيين فينا غير الهضره. بصح الصراع اللي انا ما عرفتش اليوم يعني علاش هذا الوقت، علاش في الاول ما خرجش رومان مولينا، علاش في كاس افريقيا ما هضرتش كلام الحق وقلت لا ستوب. الناس هادو ما فاسدين ما والو. سيد نتوما كان الهدف ديالكم هو طيحوا فوزي القشع، وما هذوك الناس اللي كانوا يدعموكم بالاموال وكل شيء، لانه هذوك الناس الهدف ديالهم هو فوزي القشع. هذه حقيقه وواقع. بصح ما وصلتوش لهذاك الهدف. ارواح واش نديروا؟ ارواح ندقوا بيناتنا، ارواح نتقاتلوا بيناتنا ونفتحوا البازكه بيناتنا. وصلتوا لهاد الدرجه من الانحطاط. راه فوزي القشع كبير هذاك الشيء، وكبير على الفساد اللي كنتو اللي نتوما تحداو به. يعني ماشي حرام عليكم امام الله؟ لو كان عندكم ضمير تشوفوا هذوك الاطفال ديال البارح مساكين. انا شفت هذاك الفيديو والله وجيت انا مسؤول، يعني شفت هذاك الفيديو وجيت انا مسؤول في هذيك البلاصه هذيك، ولا مسؤول في الدوله معنا كبير كاع مسؤول وزير، والله نحط الاستقاله ديالي ونخرج نقسم لكم بالله. ولكن من عندنا مسؤولين على بالهمش كاع بالاطفال ولا على بالهم بالشعب، ولا ما يحارش الاستقاله ديالو، ما يحتاجش، لانه كان خدام بهذوك الاولاد، كان كاين الفلوس بهذوك الاولاد. هما مساكين مشاو للجنه، وانت كمسؤول غادي تحاسب مع هذيك ال11 اللي توفات، تتحاسب معاهم يوم القيامه. علاش؟ لانك ما وفرت لهمش لا مخرج من يفوتوا، ما وفرت لهم لا سيكوريتي. انت بلع عليهم بالحديد ما نجموا يخرجوا، ومساكين لاصقين في الحديد ويزكيهم. هذه هي هذا دوك نتايا واش ما ياكلكش الضمير ديالك؟ ما تنعس على الوساده، ما انبكش الضمير ديالك وتقول واش درنا في هذه البلاد، واش درنا في هذا الشعب؟ الحرائق على كل جهه وطريق. علاش ما كاين لا تياير اللي يطفي ولا الشعب مسكين بوحدو يتقاتل يطفي؟ اما هاد المسؤولين اللي راكم شادين البلاد زعما ما عندكمش ضمير. عندكم ضمير كاع على المغرب، تهجموا على المغرب. عندكم ضمير اللي تقولوا للصحفيين روحوا كذبوا على الشعب وهجموا على المغرب، ولا عندكم ضمير اللي الذباب ديالكم منتشر في التيك توك يهجم غير على المغرب ويبدل الحقائق. الواقع هو ما كانش مسؤول في البلاد، واحد ما شاد البلاد زين. من ولاو 11 طفل تموت بالحريق وانت تتفرج فيهم وما قادر تسلكهم، اسمح لي انت ماشي مسؤول وعمرك تكون مسؤول. يلا